اليوم استضفنا عطوفة محافظة سلفيت، وإن شاء الله سيرعى جزء من نشاطنا وخدمتنا في تكية سلفيت حتى نهاية الشهر. عملنا مستمر في هذه المحافظة جديدة، يعني حديثا بدأنا بمشروع مع الإخوان في حركة فتح بحيث تخدم التكية باقي قرى وبلدات المحافظة. التكية يعني تعمل بشكل يومي، نستهدف عشرات العائلات، الأرقام متغير يعني ليس هناك رقم ثابت، يعني ومستمرين حتى نهاية الشهر الفضيل بإذن الله. كل عام وأنتم بخير. هذا الثبات وهذا الصمود رغم كل البطش الذي استخدم بحق الشعب الفلسطيني، لولا وجود ثقافه التضامن والتكافل والتعاضد ما بين ابناء مكونات المجتمع الفلسطيني لما نجحنا. اليوم انا في محافظه سلفيت، لا انا صراحه يعني في سلفيت يعني انا زلمه ليس لي زمان طويل في المحافظه، لا سلفيت بتعيش اسره، ماشي، بتعيش اسره وفي حاله يعني خلينا نقول هذا التضامن والتعاضد بتلاحظوا بجوز قد يكون مميز اكثر من المحافظات الاخرى. نعم بجوز ظروف سلفيت شوي يعني خلينا نقول في الشكل الاقتصادي قد تكون افضل من غيرها من المحافظات الاخرى، ولكن انا يعني من خلال الحمله اللي عملناها لمحافظه جنين والكرم وطوباس، لا قدمت نموذج مميز. محافظه سلفيت رغم صغر الحجم لكن كبيره بعطائها وكبيره بتضامنها وكبيره بوقفتها. بتمنى هاي التكية بالعكس لقدام ان شاء الله، انه الله بيعطيكم الصحه والعافيه جميعا، انها تصير تغطي شيء اكثر من هيك بكثير، وتكون محط اهتمام وتكون نقطه انطلاق ونقطه التفاف حواليها من كل مكونات المحافظه.